عمل ركعتين يساوي عند ربنا 360 صدقة. ركعتين يبقوا سبب بإذن الله إن ربنا يكفيك ما أهمك طوال النهار. ركعتين يخلوك تدخل في عباد الله الأوابين الرجعين. إيه هم الركعتين دول؟ صلاة الضحى. صلاة الضحى. صلاة الضحى من بعد شروق الشمس ب10 دقائق لحد قبل أذان الظهر ب10 دقائق. ممكن تبقى ركعتين، 4، 6، 8، ومن زاد زاد الله له. أصلي لهم ركعتين وأسلم ماشي، أصلي 4 وأسلم زي صورة زي شكل صلاة الظهر كده برضه ماشي. لكن صلاة الضحى نصيحة ما تعديهاش أبدا، ما تسيبهاش أبدا، سواء صليت الفجر ونمت أو صليت الفجر وقعدت لحد الشروق ما تسيبهاش. ذهبت إلى شغلك من الصبح بدري، صلي صلاة الضحى في شغلك. صلي صلاة الضحى في أي مكان. اسمع الأحاديث اللي تحببك قوي في صلاة الضحى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح وعلى كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة دي اللي هي المفصل، يعني شوف الصباع فيه ادي مفصل 2 3، شوف ده فيه كم مفصل، شوف سلسلة الظهر فيها كم مفصل. سيدنا النبي في حديث آخر إنه قال إن ربنا خلق الإنسان على 360 مفصل. يبقى معنى ذلك أنا مطلوب مني يوميا أتصدق 360 صدقة عن جسمي، بشكر ربنا على المفاصل اللي شغالة دي. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، ومن يملك 360 صدقة كل يوم؟ مين؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. لقيت كوبايتك فاضية فجيت صبيت لك مية، جيت جبت لك إزازة مية، اديتك إزازة مية في الشارع، صدقة لله عز وجل. كمل بقى: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. هذا الحديث الأول. حديث ثاني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بصلاة الضحى فهي صلاة الأوابين. الأوابين، أواب يعني رجع لله عز وجل. وسيدنا أبو ذر قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، منهم ركعتي الضحى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اللي هيصلي ركعتين الضحى يكفيه الله ما أهمه طوال النهار. احرصوا على صلاة الضحى. تقبل الله منا ومنكم.